السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الكابتن محمد خيال. النهاردة بإذن الله في الفيديو بتاعنا الجديد هنعرض حركة جديدة ورب تكون تعجبكم. عشان أتعلم فنون الدفاع عن النفس لازم أتمرن عليها كتير، وأتمرن عليها بتكرار كتير جدا، وأفهم معنى الحركة إيه. وفي نفس الوقت في التمرين ما أخدش الحركة كشكل، لأ أنا لازم أتمرن على الحركة بواقعية. تمام. أنا هنا بشرح الحركة ببطيء جدا، تمام، وهنبتدي هننفذها بالتطبيق بتاعها قدام الخصم. اهم حاجة في التمرين ان انت لما تيجي تتمرن تحسب المسافات اللي ما بينك وما بين الخصم، وتحسب التوقيت بتاعك قدام الخصم. معنى يعني انا داخل هنا دلوقتي بصد من الخصم، تمام، ضربة البنج بتاعته، او واحد بيضربك بلكمة في الشارع وانت بتصد اللكمة. في نفس الوقت اللي انا بضربه دلوقتي تحت الحزام، هو مداخل بإيديا كلها، تمام، في هنا موقع على الأرض في زوره. تمام. في التمرين لازم ياخد وقت كبير في اللي انت ازاي تنفذ الحركة بواقعية، وازاي اللي انت تنفذها في الشارع. لكن ما نجيش دلوقتي ان احنا نيجي نتمرن على الحركة بشكل شو. طبعا احنا هنا دولت تلامذتي بيتمرنوا على الحركة، تمام، وبيحاولوا ان هما بيجيبوها صح. تمام. اللي انا المقصود كله ان انا في التمرين ما اجيش ان انا اعمل الحركة كشكل وخلاص، لا، لازم اتمرن على الحركة بواقعية، ولازم اجسد الشارع في التمرين عشان خاطر اوصل للرياكشن بتاع الشارع. انا هنا باخد حركة اسمها تانساو في الونج تشون. تمام. والونج تشون اسلوب قتالي بحت، اسلوب واقعي، اسلوب مش مجرد ان هو اسلوب شو او منظر او الكلام ده كله، لا ده اسلوب قتالي وبيتمرن عليه قوات المارينز والبي اف واي، تمام، بيتمرنوا عليه. فما نيجي نتمرن على الونج تشون او نيجي نتمرن على المارشال ارتس او فنون قتال الشارع او الكلام ده كله، تمام، ما تتفرجش على الحركة ان هي منظر او شكل او الكلام ده، او يعجبك شكل الحركة او الكلام دوت، لا، لازم انت تتمرن، ولازم تكرر الحركة كتير، ولازم تفهم معنى الحركة عشان خاطر اللي انت تنزل الشارع او يحصل معاك اي هجوم في الشارع او اي اعتداء في الشارع تقدر تتعامل معاه. لكن ما تاخدش الحركة كمنظر او شكل او الكلام دوت، لا بالعكس، انا لازم اتمرن الحركة كتير جدا، تمام، ولازم احسب التوقيت واحسب المسافات اللي ما بينه وما بين الخصم. كل ده محتاج تمرين. سيبك من اللي انت تأدي الحركة كشكل ومنظر وخلاص على كده، لا، لازم اتمرن كتير جدا واكرر كتير جدا واكون واقعي في التمرين. اخد مكت من الشارع اللي انا اقدر انفذ الحركة في التمرين بواقعية، فبالتالي ما اجي انزل الشارع هقدر اتمرن على الحركة بواقعية. هنا دلوقتي بدخل بصد الخصم من الخصم، تمام، بدخل بركبتي في فم المعدة. هنا في الوينج تشون اسمها باك ساو. تمام. بضرب هنا بالم، تمام، وادخل بالركبة في في بطن الخصم. اوكي. بصد هنا الباك ساو بتاعتي، بمسك ايد الخصم، بضرب بالم في الوش، وادخل بركبتي تحت الحزام بضربه في فم المعدة. انا هنا بشرح يعني مش بواقعية قوي، تمام، لكن انا هنا بوضح لكم الموضوع بيجي ازاي. انت كل اللي مطلوب منك ان انت تتمرن على الحركة بواقعية جدا وتنفذها كتير في التمرين. لما الونج تشون اسلوب قتالي بحت ومحتاج تمارين كتير. سيبك من المنظر وسيبك من الشو وسيبك من الاستعراض اللي انت بتشوفه، لا، التمرين الونج تشون، تمام، او اسلوب الونج تشون محتاج تمارين كتير جدا، ومحتاج واقعية كتيرة جدا منك. هو ازاي اللي انت تاخد ماكت من الشارع وتقدر تطبقه في التمرين، وبتوقف على المدرب اللي معاك هل هو فاهم وونج تشون ولا لا. لازم تتمرن كتير وتكرر كتير في الحركة عشان تقدر توصل للحركة بتاعتك، عشان تقدر تطبقها. تمام. اهم حاجة في التمرين اللي انت ما تاخدش الحركة، تمام، كشكل، لا، لازم يكون جسمك قوي، تتمرن فتنس كتير تقوي جسمك، تكون سريع في رد فعلك، تكون حاسب المسافات اللي ما بينك وما بين الخصم. كل ده بيجيب التمرين. واتمنى لكم التوفيق، وتابعوا فيديوهات بتاعتي